أغرب 5 إطلالات في مهرجان الجونة. فساتين تصميمها غريب جدا قلبت السوشيال ميديا، والجمهور اتريق على الفنانين بسببها. أول فستان كان لهدى المفتي، واللي مش بس تعرضت للتنمر لأنها خست زيادة عن اللزوم، لكن كمان لبست فستان أزرق وكأنه متصمم في السبعينات، وفكرته كانت غريبة جدا. كمان روجينا ظهرت بأكتر من فستان غريب، مرة فستان قصير خلى جسمها يطلع بشكل وحش، وفستان تاني كم صعب وكبير قوي. من الإطلالات الغريبة والغير مفهومة كانت إطلالة بسنت شوقي، ورغم إنها كانت محتشمة بس الإطلالة ما كانتش مفهومة خالص. ونفس الكلام هنقوله على فستان يسرا اللوزي، واللي اعتبروا ناس كتير غريب وتصميمه مش مألوف خالص. من الإطلالات الغريبة كمان إطلالة مرات حسين فهمي في حفل الافتتاح، لأنها لبست فستان مكشوف جدا ومش مناسب لسنها اللي تقريبا معدي 80 سنة.